سأتحدث عن حالات التسمم عند الأطفال. التسمم عند الأطفال هو أحد الأسباب الشائعة لزيارة الأهل إلى قسم الطوارئ. المواد الشائعة التي يتناولها الأطفال والتي يمكن أن تكون ضارة تشمل أي منظفات حمضية والأدوية التي يستخدمها البالغون. والعلاج الشائع الذي يعطى في الطوارئ يشمل التقييم الأولي للحالة الحيوية وإجراءات إزالة التلوث، فقط غسل المريض الملابس والصبح وإزالة التلوث من المعدة باستخدام أنبوب رايل إذا وصلوا خلال ساعة، ويتبع ذلك العلاج الداعم الذي يشمل دعم ضغط الدم ودعم مستويات الأكسجين. وأحيانا إذا كان الترياق متاحا يمكننا إعطاء الترياق. والمشاكل التي تهدد الحياة في الطفل المشتبه بتسممه هي تشنجات، أي صعوبة في التنفس، السلوك المتغير،